مستحيل الهلال يحرج ريال مدريد في الشوط الاول من مباراه الهلال ضد ريال مدريد في بطوله كاس العالم للانديه. الهلال اكل ريال مدريد بالطول وبالعرض، تفوق بعدد التسديدات وعدد الركنيات وتفوق عليه في الاستحواذ في الشوط الاول. وايضا لا ننسى ان الهلال ضيع 4 أهداف محققة لإنزاجي في أول شوط له مع الهلال. ولكن في الشوط الثاني ريال مدريد ضغط على الهلال، ضغط حتى تحصل على ركلة جزاء في آخر دقائق المباراة، وللأسف ركلة الجزاء تسبب فيها القحطاني بطريقة تقهر حرفيا، ونفذ ركلة الجزاء هو أسد ريال مدريد فالفيردي. ياسين بونو انقذ الهلال، ياسين بونو حقق نقطة امام ريال مدريد، وبونو كسر رقم ريال مدريد لانه اول مرة من عام 2000 ريال مدريد يتعثر في بطولة عالمية. والآن جاء وقت الإنصاف. تحية للحارس ياسين بونو اللي تصدى 6 كرات وتصدى ركلة جزاء، وتحية للمدافع تومبكتي اللاعب الذي لم يراوغه أي لاعب من نادي ريال مدريد في المباراة، وتحية للاعب سافيج اللي موجود في الوسط وفي الهجوم وفي الدفاع وفي كل مكان يحتاج فيه الهلال، وتحية لجميع لاعبين نادي الهلال. قدمتوا أداء استثنائي وشرفتونا أمام العالم كله. كلنا ثقة بالهلال بالتأهل من مجموعته.